ام مكه نزلت بوست استفزني قوي الصراحه، حسيت انها بتضحك على قولنا وبتشتغلنا على اساس ان احنا عيال صغيره او ناس عبيطه مش فاهمه اللي بيحصل، وبتستعطفنا بطريقه غريبه، يعني اللي هي عايزه ان الناس تتعاطف معاها باي طريقه وخلاص. طلعت تقول لك ان هي راح تشتري ترنجات لاولادها عشان اولادها ما عندهمش، وزعلانه عشان خاطر الناس بتقول لها في الشارع طلعت من السجن امتى وبطلت تجاره اعضاء ولا لسه، والحكومه اخذت فلوسك ولا لا. هي الناس دي كده بترمي بالها عليكي او بتخترع كلام من عندها؟ ده انت من بجحتك انت وجوزك قلتوا كده في اللايف. تجري في اعداء بشر المره دي. يقول لك بدي ها قولي مش هقول. اصل انا مخدرات. مش هقول برضه، هسيبك كده زي المتابعين برضه. اعداء والله، يعني في اعداء بشر دلوقتي. ما هو الموضوع برضو مستفز قوي يعني، وواضح قوي ان في حاجه غلط في الموضوع، يعني من المنظر ده للمنظر ده. منين الفلوس دي بتاعت ايه؟ فلوس الفسيخ. فسيخ مين يا ماما كان اللي هيجيب الدهب ده كله؟ ما احنا عارفين ناس كتير قوي بتبيع فسيخ وعمرها ما طلعت كده بالمنظر ده، عربيه ب 2 مليون وشقه بكام مليون وكام كيلو دهب في ايديكي، وفسيخ مين ياما؟ وادي احلى ريفيو ليك يا ست ام مكه والفسيخ بتاعك. لو جايبه كميه منها ان شاء الله مهما كان المبلغ انا هرميه في الزباله وعادي. ايوه اعدلي كده، وبعدين اللايفات مش هتجيب لي كل ده. مين اللي كان بيرمي لك دعم؟ مين كان بيرمي لك اسود ولا نمور ولا الحاجات دي كلها؟ سنين كتير محرومين من البط. تسلم ايدك يا روح قلبي. مستفز اكتر كمان ان هي اول ما طلعت راحت جريت فتحت لايف وعماله تعمل اعلانات وعايزه تطلع باي طريقه ان هي كويسه وغلبانه عشان خاطر تستعطف الناس وتلم الناس حواليها وترجع المتابعين بتوعها تاني ولا اكن في اي حاجه حصلت. انا عايز اقول للناس اللي عماله تنزل بوستات تقول لي ان هي صعبانه عيني قوي وما اعرفش لما شفتها ليه صعبت عليا، انا فاهمين على فكره ان كل دي اشتغالات، كل دي حوارات عشان تنسونا اللي حصل. ما تخلوش حد يضحك عليكم يا جماعه، وريت تبقى فاهمين اللي بيحصل.